الحلقة اللي فاتت استعرضنا سوا أسرار التحنيط عند المصريين القدماء خطوة بخطوة، من استخراج المخ لحد لف الجثمان بالكتان المغموس بالصمغ والعطور. لو فاتك الحلقة أنصحك وبشدة إنك ترجع وتشوفها عشان تدرك قد إيه كانت الحضارة متقدمة في فهمها للجسد وللروح. أما النهاردة فإحنا هنكمل الرحلة مش في الحياة ولكن فيما بعد الحياة. هنفتح أبواب المقابر ونكشف سوا كيف حاول المصري القديم حماية راحة موتاه. إزاي أمن مقبرته من السرقة والتدنيس، وهل فعلا كانت فيه لعنات بتصيب اللي يحاول يقتحمها؟ شد الحزام واستعد تدخل عالم الغموض، عالم تأمين المقابر في مصر القديمة. في أعماق صحراء مصر القديمة لم يكن الموت نهاية، بل بداية معركة شرسة ضد الزمن واللصوص. من منطلق إيمانه العميق بفكرة البعث والخلود، كان المصري القديم يعتقد أن الحفاظ على الجسد بعد الموت هو مفتاح العودة إلى الحياة الأبدية. ومع هذا الإيمان ولد هاجس تأمين الجثمان، وبدأت محاولات ذكية ومستمرة لتصميم مقابر لا يمكن اقتحامها. الأولى المحاولات ظهرت في عصر الأسرة الأولى لما ابتكروا بما يعرف المصاطب، وكانت غرفة الدفن توضع في عمق بئر منحوت من الصخر، عمقها ما بين 2 ل3 أمتار، وبيتقفل بكتلة حجرية ضخمة. لكن مع تطور العصور وزيادة مهارة اللصوص تطلب الأمر وسائل أكثر تعقيدا. فهم المصري القديم إن التوابيت الخشبية ما بقتش كفاية لحماية المومياوات الملوك والنبلاء، ومن هنا بدأ استخدام التوابيت الحجرية المصنوعة من الجرانيت أو الكوارتز، واللي معروف عنهم الصلابة والاستمرارية. أما عامة الناس كان نصيبهم من الحماية في التوابيت أبسط، مصنوع من حجر الجيري. لكن الزمن كشف للمصري القديم إن حتى التابوت ممكن يبقى نقطة ضعف. الخشب كان سهل الكسر، فانتقلوا للحجر الجيري، لكنه برضو مع الوقت اكتشفوا ان اللصوص قادرين يثقبوه او يكسروا غطاء بسهولة. حتى التوابيت المصنوعة من الجرانيت او الكوارتز رغم صلابتها ما كانتش آمنة تماما. بعض اللصوص كانوا بيستعملوا رافعات خشبية دقيقة جدا تقدر تزحزح غطاء التابوت بميل بسيط، بس كافي يوصلهم للمومياء. وهنا بدأ المصري القديم يبتكر. في هرم الملك خفرع ظهر واحدة من أذكى الحيل، وضع التابوت في حفرة محفورة في أرضية غرفة الدفن، حفتها بالكاد بتلامس التابوت نفسه، فمستحيل تميله أو تحركه. أما في عصر الدولة القديمة وخصوصا في توابيت خفرع ومنكورع تم تصميم بشكل منزلق يمشي بمحاذاة التابوت، وفي نهايته بيتشابك مع جسم التابوت ويبقى قطعة واحدة ما ينفصلش، وبتتثبت بأوتاد معدنية بتتغرس في ثقوب دقيقة جوه الغطاء والجوانب عشان تمنع أي محاولة لفتحه أو تحريكه. كل التفاصيل دي مش بس بتقول لنا قد إيه المصري القديم كان عبقري، لكنها كمان بتثبت إن المقبرة كانت بالنسبة له مش مكان للدفن، لكن كمان حصن للخلود. ومع كل جيل جديد كانت الوسائل تأمين المقابر بتتطور، لأن التحدي كان دايما إزاي تحمي سر الخلود. في الدولة الوسطى ظهرت فكرة الأقفال اللي لا تفتح. تابوت السيدة سنبستي كان نموذج عبقري، غطاء تابوت عليه سلسلة من الخطاطيف النحاسية
وكلها متثبتة بإحكام. ولما بيتقفل التابوت يسقط وتتبعدني داخل فتحة صغيرة من تحت الغطاء، مستحيل يوصل له تاني إلا بكسره، وده شبه مستحيل. أما في الدولة الحديثة فقرروا إن الحماية تبدأ من الوزن نفسه. تخيل تابوت وزنه عدة أطنان من الجرانيت، فوق ده المومياء نفسها كانت محطوطة داخل عدة دوابيت خشبية، وكل تابوت جواه تابوت، وكلهم داخل مقاصير خشبية ضخمة زي اللي شافوها في مقبرة توت عنخ آمون، كأنهم بيبنوا حصن داخل حصن جوه حصن. أما في عصر الأسرات الرابعة والسادسة فابتكروا نظام مدهش، أبواب منزلقة وسدادات حجرية ضخمة من الجرانيت متركبة بطريقة يصعب كسرها أو حتى تحريكها. لكن قمة الذكاء ظهرت لما المصريين القدماء قرروا يخدعوا الزمن نفسه. ابتكروا ممرات تمويهية وأبواب سرية وهمية زي اللي اكتشفوها لأول مرة في هرم هوارة للملك أمنمحات الثالث. الممرات دي كانت بتقودك في دوائر تفتكر إنك وصلت لكنك لسه بعيد، في الوقت اللي بتكون فيه غرفة الدفن الحقيقية مخفية بعمق أكبر بعيد عن كل العيون. كل ده مش مجرد حماية جثمان، لكن حماية فكرة البعث والخلود. لما مشي أحمس الأول وأمنحتب الأول على نهج أمراء طيبة في دفن ملوكهم كانت المسألة لسه بسيطة، لكن كل ده اتغير مع تولي تحتمس الأول حكم مصر. الملك كان عايز شيء مختلف، شيء ما يتعملش قبل كده، مكان يليق بالملك بعيد عن عيون اللصوص، محصن بين الجبال. وهنا كلف مهندسه العبقري أنيني بمهمة عظيمة: دور لي على ملاذ أخير لا يطوله الزمن. الكلام ده مش مجرد حكاية، ده منقوش بحروف خالدة في مقبرة أنيني نفسه. البحث استمر شهرين كاملين، وكان بيتنقل في كل شبر من الضفة الغربية للنيل لحد ما عثر على وادي منعزل مخفي وراه منحدرات الدير البحري. الوادي ده هو اللي نعرفه النهاردة باسم وادي الملوك. أنيني اختار البقعة بدقة هندسية. دفن تحتمس الأول على بعد أمتار من مقبرة أمنحتب الأول، واللي تحمل رقم 38 للي حابب يشوفها بنفسه. لكن الحيلة مش بس في المكان، الملوك بعد كده ابتدوا يضيفوا آبار عمقها يقطع الطريق لغرفة الدفن، موجودة لحد النهاردة في المقابر الملكية بالبر الغربي في طيبة. والبير ده كان ليها هدفين عبقريين: الأول منع اللصوص من الوصول للمومياء، والتاني حماية المقبرة من مياه السيول اللي كانت بتهدد تآكل الجدران والنقوش. الموضوع مش مجرد دفن، دي هندسة موت خالدة معمولة بذكاء ملوكي. في فترات لاحقة تحديدا في عهد الأسرة 22 وال26 بدأ يظهر اتجاه جديد تماما في تصميم المقابر. الملوك ما بقوش يدفنوا في أماكن نائية وسط الجبال، بالعكس قرروا إن المقبرة تكون جوه حرم المعبد الرئيسي نفسه وتحت أنظار الكهنة على طول. وبكده اتحولت المقبرة من مكان سري لمكان محصن روحيا وماديا. لكن العبقرية الحقيقية ظهرت مع الأسرة 26. الناس دي وصلت لمستوى متقدم جدا من الحماية، وابتكروا نظام دفن لا يخطر على عقل لص.
النظام ده اعتمد على 3 خطوات جهنمية. أولا، حفر بير ضخم اتساعه يوصل ل10 أمتار وعمقه يغوص ل30 متر، وفي القاع حجرة الدفن مربعة بسقف مقبب فيه 3 فتحات مغلقة بأواني فخارية. بعدها يحفر بير موازي أضيق متصل بحجرة الدفن بممر سري ضيق مقفول ب3 سدادات حجرية. ثانيا، البير الأساسي يتملي بالرمال تماما لحد ما يبقى كأن عمره ما اتفتح. ثالثا، بعد الدفن العمال يكسروا الأواني الفخارية فتنزل الرمال من الفتحات ويتقفل المدخل تماما. بعدها يخرج العمال من الممر الموازي، ومع خروج آخر واحد يردموا الممر بالرمال وكأن محدش كان هنا. النتيجة، أي لص يفكر يقتحم المقبرة هيضطر يدخل من البير الموازي، وساعتها لو حاول يكسر السدادات الحجرية هيندفع عليه طوفان من الرمال يدفنه في لحظة. الأسلوب ده اتنفذ فعلا في مقبرة الكاهن العظيم آمون تف نخت في سقارة، لكنه كان محدود في منف فقط لأن طبيعة الأرض هناك صخرية وتسمح بالحفر المعقد ده. لكن المصري القديم ما كانش بيعتمد بس على الحجر والرمل، لأن في العصر المتأخر لجأ لأقوى وسيلة حماية ممكنة: السحر. في الفصل 137 ألف من كتاب الموتى كان بيتكتب على طوب من الصلصال ويحطوه في فجوات بجدران المقبرة ويقفلوها بالبناء. أحجار مسحورة مهمتها تحمي المومياء من كل من تسول له نفسه الاقتراب. وبجانب كده ظهرت التمائم السحرية اللي كانت بتتحط على الجسد لحمايته من الأمراح الشريرة والأذى وحتى من الزمن نفسه. هنا مش بنتكلم عن دفن، احنا بنتكلم عن هندسة دفاعية وسحر مقدس لحماية سر الحياة بعد الموت. في رحلته الأبدية لم يترك المصري القديم شيئا للصدفة، من الجدران الصامتة اللي بتخفي وراها أسرار الأمان للرمال اللي بتنهال زي الفخاخ والتمائم التي تهمس بالسحر في قلب الظلام. كانت المقبرة عنده مملكة مغلقة ما بتتفتحش بابها إلا بإذن من الإله. في كل حجر وقطعة ذهب وسراديب خفية نقرأ سطر من كتاب عشقهم للخلود، وده كان مجرد فصل من قصة طويلة. فانتظروني في الحلقة الجاية عشان نكمل سوا الحكاية. بس المهم دلوقتي، عرفت